دي مريم ديت ما كملتش 19 سنه. مريم عايشه مع جوزها وابوه وجدته. مريم عندها ولد وبنت. البنت 3 سنين والولد 40 يوم. جوزها نزل زي اي يوم علشان يشوف شغله ويشتغل. هو شغال سواق ميكروباص وهو شغال عادي وماشي في طريقه. هو وسواق تاني شدوا مع بعض علشان خاطر زبون وقعدوا يزنقوا على بعض والموضوع خلص وكل واحد مشي في طريق. بس السواق التاني ما عدهاش. استدرج جوزها على ان هما هيتصافوا. وهموا ان هما هيتصافوا بس قتل شاب في العشرينات. وكل دوت علشان خاطر 5 جنيه اجره. مش ديت بس مشكله مريم بدأت تحكي اللي حصل لها بعد 40 يوم من موت جوزها. مريم بتحكي ان هي اتجوزت جوزها وهي عندها 15 سنه، يعني ما كانش معاها ولا بطاقه ومن الاخر قاصر. وطبعا اتجوزت عرفي بشهاده الميلاد. وديت المصيبه والكارثه اللي بتحصل لحد دلوقتي مع الاهالي والجريمه اللي بيعملوها مع بناتهم. ويا ريت يبطلوا الجريمه ديت بعد ما يسمعوا الفيديو دوت. وطبعا لما خلفت بنتها ما كانش ينفع تسجلها الا لما تكمل السن القانوني، او حتى يسجلوا الجواز رسمي علشان يطلعوا شهاده ميلاد لاولادهم، او على الاقل يكون في حاجه تثبت جوازهم على الاوراق وعلى الكمبيوتر بتاع الدوله. ولما خلفت تاني طبعا كانت كبرت وجوزها سجل الولد وعمل له شهاده ميلاد. المشكله فين تاني بقى؟ حماها بعد موت ابنه قال لها تعمل توكيل لمحامي تبعهم بس هي رفضت. وطبعا اتخانقوا وشتموها وطردوها وراحت عند امها. مشكلتها دلوقتي ان هي عايزه حاجتها اللي هي اوضه نومها وهدومها، وعايزه اختار الولاده بتاع بنتها، وعايزه تسجل بنتها وتعمل لها شهاده ميلاد علشان بنتها تتعلم. طبعا مش هينفع ولا هتعرف تعمل كل دوت لان اختار الولاده وكل ورقها عند حماها. فيا ريت حماها يساعدها. طلعت في فيديو في جريده اهل مصر وقالت مش عايزه حاجه ولا عايزه مشاكل، انا بس عايزه حق اولادي. قالت مش عايزه حد يتعرض لي وعايزه اسجل بنتي وبس ومش عايزه اي مشاكل. يا ريت اللي يتفرج على الفيديو وصلوه طلعوه ترند عشان خاطر الطفله الغلبانه ديت ربنا مش ملهاش ذنب من الاخر في اللي امها واهل امها وابوهم، يعني كل دوت الاطفال مالهمش ذنب فيه. فيا جماعه بعد اذنكم طلعوا الفيديو عشان خاطر مريم بنتها يطلع لها ورق. وبالله عليكم شيروا الفيديو ومتابعوا الصفحه يا جماعه والسلام عليكم.